صلوا على سيدنا النبي. جزاء القرآن ومن علم ولده القرآن. اولا تقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية زعيم الشرق الاوسط فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامته مسابقة دولة التلاوة. كما أتقدم لصاحب الفضيلة والمعالي فضيلة الدكتور أسامة الأزهري الذي يعشقه الجميع إشرافه العام على هذه المسابقة. كما أتقدم لصاحب الفضيلة نقيب قراء جمهورية مصر العربية الشيخ محمد حشاد، السادة المحكمين جميعا حتى لا انسى احد وجميعهم احبابي، تقدم اليهم جميعا بجزيل الشكر والتقدير والاحترام. كذلك السادة المحكمين في اللجان الفرعية بمحافظات مصر، لانها اقيمت تصفيات على مستوى المحافظات، فالشكر موصول ايضا للجميع لإقامة مسابقة دولة التلاوة التي شغلت القلب والفكر والعقل والذهن واللسان والعين والفؤاد أن يتابعها الجميع عبر شاشات التلفزيون والتواصل الاجتماعي. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام للقائمين عليها جميعا في شخص فخامة رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ الله جيش مصر وقواه على اعدائه. انظروا الى جزاء من علم ولده القرآن. جسى رجلا بين يدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، جسى بمعنى جلس، يسأله اي يا رسول الله ما جزاء من علم ولده القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلام الله له غاية ولن استطيع الاجابة الان، اني انتظر وحي السماء. فهبط الروح الامين جبريل عليه السلام، يا رسول يا اخي يا جبرائيل ما جزاء من علم ولده القرآن؟ فقال كلام الله له غاية ولن استطيع الاجابة الان، اني انتظر امر السماء. فصعد فلقي ميكائيل واسرافيل فسألهم فاجابوه بنفس الاجابة، فعاد بالاجابة الربانية على قلب سيد البشرية قائلا السلام يقرئك السلام ويقول لك كلام الله له غاية. لكن من جزاء من علم ولده القرآن فكأنما حج 10,000 حجة معك، وكأنما اعتمر 10,000 عمرة، وكأنما اعتق 10,000 رقبة مؤمنة من ولد اسماعيل، وكأنما كسى 10,000 جسد عار من امتك، وكأنما اطعم 10,000 بطن جائعة من امتك. ويرافق القرآن دنيا واخرى، في الدنيا سترا، في القبر نورا، على الصراط سترا وحجابا من النار، يدنيه الحق الى جواره، يلبسه تيجانا من الانوار والحلى، مرصعة بالزمرد والياقوت والجواهر، اصغر ياقوتة فيه لو سلطت على الدنيا لأضاءتها وهي ظلام. هذا من جزاء من علم ولده القرآن. وأسأل الله هذه المنزلة لكل والد ووالدة علموا أبناءهم القرآن، أمثال سيدنا الشيخ أسامة بركات، وأمثال قارئنا الآن نجم دولة التلاوة فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الموجود التركي. من عاوز يغير اسم التركي خليه مصري فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين جميل يا شيخ عبد الله، الله يوسع عليك يا رب. ما هذا الجمال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء انت والشيخ اسامه منورين النهارده. اللهم صل على النبي. ربنا يا ابني يكتر منكم ويبارك فيكم ويبارك في ابهاتكم وامهاتكم. يعلمكم ويفتح عليكم. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء
تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. سيدك رب العباد. جهنم يصلونها جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. أسأل الله أن يبارك فيك فضيلة القارئ الشاب ونجم دولة التلاوة الشيخ عبد الله عبد الموجود التركي في هذا العرس القرآني الذي يقيمه الأخ الحبيب ورجل الأعمال المعروف حج سيد عنتر. أسأل الله أن يبارك له في نجله عنتر وأن يبارك في أخواتك، ونقول له عقبال يا عم الحج سيد لما تعمل فرحهم وأهل البلد كلهم حواليك. فضيلة الداعية الإسلامي الكبير ونجم صعيد مصر أخي الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت الذي أدعوه الآن إلى منصة التلاوة كي يقدم لنا فلسفة دينية فياضة وخطبا ممتازة كما تعودنا منه، فمرحبا به في محافظة القليوبية ومرحبا به بين أحبائه في ضيافة الحج سيد عنتر وفي ضيافة آل البلدة الكرام العبدلة مركز بوخ محافظة القليوبية. مرحبا بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ إبراهيم رفعت الذي أدعوه الآن فليتفضل فضيلته مشكورا شاكرا لشيف الصلاة على النبي الشيخ عمرو مسعد ابن كفر الشيخ بلد العلم والعلماء التي تصدر العلم للمحافظات. صلي وأسلم وأبارك على رمز الكمال وكمال الكمال ونور الجمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نور الأنوار وسر الأسرار ورحمة الله الواحد الغفار. الكون من وجه الحبيب تنورا، خضعت رقاب الخافقين لأمره وتمثلت له أسد الثرى. دوما هو اللوح الإلهي الذي قد كتب الإله عليه ما قد قدرا. نرجوك يا جد الحسنين تكرما، ضاق الخناق وقفنا ببابك ودون بابك لا نرى. بدعوة كريمة من الحج سيد عنتر العقيقة لنجله الكريم الأستاذ عنتر وأخواته، نسعد بفارس المنابر بجمهورية مصر العربية ابن صعيد مصر في الوجه البحري الآن فضيلة الشيخ إبراهيم رفعت، ليتفضل فضيلته مشكورا. أما قبل فأحييكم بتحية عظيم أمرها بدأت بالسلام ووسطت بالرحمة وزيلت وختمت بالبركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، لأنه ورب الكعبة تقديرا وتعظيما وتمجيدا وتشريفا وتكريما وتنزيها وتحميدا وتكبيرا وتفخيما وتعطيرا وإجلالا وإعظاما وإكبارا وإكراما لقدر الحبيب النبي العربي المكي الهاشمي القرشي الأمي الأبطحي اللوذعي الألمعي التقي النقي الوفي البهي الزمزمي الصفي التهامي سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات
أنزل مولانا تبارك وتعالى قرآنا يتلى تترى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك العلام. الحمد لله القدوس السلام. الحمد لله صاحب الجلال وصاحب الإكرام. الحمد لله رب الليالي والأزمنة والدهور والأمكنة والأعوام. الحمد لله الذي خلق جميع الأشياء وجمل الأشياء بشيء منها. خلق السماوات فجملها بالعرش والكرسي. خلق الأراضين فجملها بالكعبة وبمقام إبراهيم. خلق الشهور فجملها بشهر رمضان الكريم. خلق الأيام فجملها بهذا اليوم الذي نعيشه الآن. جمل الأيام بيوم الجمعة العظيم. خلق الليالي فجملها بخير الليالي ليلة القدر المباركة. خلق الملائكة فجمل الملائكة بسيدنا جبريل. أنزل 104 كتاب سماوي على قلوب الأنبياء والمرسلين. جمل الكتب السماوية بالقرآن العظيم. خلق البشر فجملهم بحبيب سيدنا محمد سيد البشر. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الطيبين الطاهرين المباركين المهديين إلى يوم الدين. صلاة عدد كمال الله وعدد ما يليق بكمال رب العالمين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. وأغلب الناس اللي غفل عن سيدنا النبي قاعدة معانا من ورا. أنا بتكلم عن سيدنا النبي وكل واحد بيتكلم مع اللي جنبيه. البخيل من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. البخيل من سمع اسم سيدنا النبي ولم يصلي عليه. بكت عيون وسهرت عيون ونامت عيون ودمعت عيون وأدبرت عيون وتدبرت عيون وتفكرت عيون في أمر يكون أو لا يكون. وهذا ضرب من الجنون أنهم نسوا من خلق الكون الذي أمره بين الكاف والنون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأصلي على زينة الكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد سيد الآنام رسول السلام نور الظلام سيد ولد عدنان يشفع لنا ولكم يا أهالي القليوبية والإسماعيلية وسائر محافظات الجمهورية وسائر الدول الإسلامية والكرة الأرضية. يشفع لنا ولكم يوم البعث والزحام. فهو حبيب قلبي سيدنا محمد أحمد النور المؤيد الممجد المعظم المطهر المنور المنصور من ذكره ينور القبور. يشفع لنا ولكم يوم البعث والنشور. من يتمنى شفاعته منكم فليرفع صوته بالصلاة على الحبيب الرسول. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد من بعث للدنيا نور وهو في الآخرة نور. اسمه كان قبل القبل نور. كان اسم سيدنا محمد على حوائط الجنة مكتوب بحروف من نور. على أوراق الشجر في الجنة اسم سيدنا محمد مكتوب بحروف من نور. على أبواب الجنة الثمانية اسم سيدنا محمد مكتوب بحروف من نور. على
على قوائم العرش الأربعة يتدلى اسم سيدنا محمد بحروف من نور. كان اسم سيدنا محمد في وجه آدم نور، انتقل إلى بطن حواء فكان في بطن حواء نور، وما زال النور ينتقل من رسول إلى رسول حتى وصل إلى وجه عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، فكان في وجه والد الرسول نور، انتقل إلى بطن آمنة الوهبية فكان في بطن آمنة بنت وهب نور، كان حمله نور، كانت ولادته نور، كانت رضاعته نور، كانت طفولته نور، كانت حياته نور، كان عمره نور، كان تعبده في غار حراء نور، كانت هجرته من مكة إلى يثرب نور، التي أصبحت المدينة المنورة بعد أن نورت من أنوار سيدنا محمد النور. يا ضيوف الحج سيد عنتر، من يتمنى رؤيته يوم القيامة وشفاعته يوم الحسرة والندامة فليصلي ويسلم على الحبيب الرسول. إن سألتموني عن وجه الحبيب النبي سيدنا محمد فإن وجه الحبيب سيدنا محمد تمم بالحسن تتميما. وإن سألتموني عن شعره كان أسودا كالليل بهيما. وإن سألتموني عن كفيه كم أغنت يتيما وفقيرا ومسكينا وعديما وأسيرا. وإن سألتموني عن قدميه كم قدمت في سبيل الله تقديما. وإن سألتموني عن صدره كان سليما. وإن سألتموني عن قلبه كان رحيما. وإن سألتموني عن عقله كان رزينا. وإن سألتموني عن خلقه كان عظيما. وإن سألتموني عن نسبه كان شريفا كريما. جئتكم من جنوب الصعيد لمحافظة القليوبية طوخ العباد لعند الحج سيد عنتر كي أقول لحضراتكم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تنالوا من ربكم جنة ونعيما فهو حبيب قلب سيدنا محمد من صلت عليه ملائك الرحمن قديما. صلت عليه ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الأكوان. لما طلعت يا سيدي يا رسول الله طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. عقيقة المولودة ندى بنت الحج سيد عنتر. قلت المولودة ندى أولا قبل أن أقول المولود عنتر لأن الله تبارك وتعالى في القرآن قدم الإناث على الذكور. الله تبارك وتعالى قدم الأنثى على الذكر. وسيدنا محمد قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. وقال عليه الصلاة والسلام من رزق ثلاث من البنات فقام على تربيتهن وأخلاقهن كن له يوم القيامة سترا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين أي أن من رزقه الله بنتين. اسمع يا ابو البنات يلي ربنا رزقك بالبنات، اسمع يلي ربنا كرمك بالبنات، اسمع يلي ربنا حبك من فوق 7 سماوات. ومن حب الله للعبد أن الله يعطيه البنات، أن الله تبارك وتعالى يرزق بالبنات. قال من عال جاريتين من رزق بنتين. اسمع الشروط ال4 فأكرمهن وأطعمهن وكساهن. اسمع الشرط الرابع ولم يفضل عليهن الذكر. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك إن ربنا أعطاك بنات وأعطاك أولاد. من أكرمهن وأطعمهن وكساهن ولم يفضل عليهن الذكر كنت أنا وهو هكذا يوم القيامة. من أكرم البنات، من أطعم البنات، من شرب البنات، من رزق البنات في الرزق الواسع ولم يفضل عليهن الذكر
سيدنا النبي يقول لك ايه؟ اللهم صل عليه: كنت انا وهو هكذا يوم القيامة. لان البنات والاولاد امان، ولدك امانة وبنتك امانة. واحنا هنا في عقيقة المولود عنتر والمولودة ندى ابناء الحج سيد عنتر العبد طوخ القليوبية. سيدنا النبي سيد البشرية يعلمك ويقول لك: أدبوا أولادكم على 3. وهنا الولد بمعنى الذكر والأنثى، مثل الحديث اللي يقول لك: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. في اللغة العربية الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. ولدك أمانة، بنتك أمانة، إنك تعلمهم القرآن. اسمع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا في بلاد العلم وأهل العلم هنا في محافظة القليوبية. سيدنا النبي سيد البشرية يقول: أدبوا أولادكم على 3: حب نبيكم عليه الصلاة والسلام، حب آل بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، حب القرآن. فإن علمت ولدك القرآن يعلم كل شيء. علموا أولادكم القرآن والقرآن سيعلمهم كل شيء. علموا أولادكم القرآن والقرآن سيرفعهم إلى أعلى المراتب. فالرفعة بالقرآن والعزة بالقرآن والكرامة في الدنيا والآخرة بالقرآن. اسمع بعد ما تصلي على الحبيب سيدنا النبي العدنان من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري أنه قال الحبيب النبي: إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. وإذا كان ولدك اللي أمانة في عنقك، إذا كانت بنتك اللي أمانة في عنقك، إذا كانت زوجتك اللي أمانة في عنقك، سيدنا النبي يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا كان ولدك، إذا كانت بنتك، إذا كانت زوجتك، حبيبتك، شريكة حياتك قلبها وعى القرآن، وإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فإنك ستدخل الجنة مع ولدك وبنتك وزوجتك إذا حفظوا القرآن. في هذه العقيقة الإسلامية، في هذا الفرح الإسلامي والعرس القرآني، وأنا أقول فرح إسلامي وعرس قرآني، عقيقة إسلامية على أراضي القليوبية. لأول مرة في تاريخ البلاد دي يقام حفل قرآني، فرح إسلامي بالقرآن الكريم. وخلي بالك أي واحد يعمل بعد كده عقيقة إسلامية، فرح إسلامي بالقرآن اللي على قلبنا غالي، في ميزان حسنات عمنا الحج سيد عنتر، فله الأجر وأجر من عمل بهذا الكلام إلى يوم العرض على الواحد الديان. عقيقة إسلامية قال فيها سيدنا محمد سيد البشرية عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن شر الناس منزل يوم القيامة. شر الناس منزله مع علاقة العقيقة وتربية الأولاد وتربية البنات والعقيقة الإسلامية بالحديث اللي بتقوله يا عم الشيخ إبراهيم رفعت يلي جاينا من الأراضي الصعيدية، بتقول لنا إن شر الناس منزل يوم القيامة. ما علاقة هذا الكلام بالواقع اللي احنا عايشينه والمقام اللي احنا فيه الآن؟ إن شر الناس منزلة يوم القيامة من أتى وهو غاش للرعية. إن شر الناس منزل يوم القيامة يأتي وهو غاش لولده، وهو غاش لبناته، وهو غاش لأهل بيته. وأمر أهلك بالصلاة فإن الله تبارك وتعالى رتب الأجر العظيم، رتب الأجر الكبير على تربية الأولاد في الإسلام. أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي يا عم الشيخ عامر سلامه دخل الكلام إلى قلوبكم. فإني جئتكم من الحدود الإسيوطية السوهاجية، الأراضي الصعيدية لأراضي محافظة القليوبية، هنا في طوخ العامرة العبادلة عند الحج سيد عنتر في عقيقة ندى وعنتر. أسأل الله أن يجعلهم من أهل القرآن الكريم، آمين يا رب العالمين.
جئتكم لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. أنتقل بحضراتكم إلى زمن الخلافة العمرية الراشدة، خلافة سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين من بعد رسول الله، حيث قام في مسجد النبي وقال: أيها الناس ماذا تتمنون؟ باللهجة الصعيدية بتاعتنا، انتوا نفسكم في ايه وعايزين ايه وتتمنوا ايه؟ قام واحد من الصحابة قال لسيدنا عمر بن الخطاب: انا اتمنى جبل من ذهب يا امير المؤمنين انفق كله في سبيل الله. قام واحد ثاني وقال: وانا اتمنى 1000 عبد اعتقهم كلهم لوجه الله. قام واحد ثالث قال: وانا اتمنى ان احج واحج واحج حتى القى الله يوم القيامة وانا اكثر الناس حجا. قام واحد رابع وقال: وانا اتمنى ان اصوم واصوم واصوم حتى اقف بين يدي الحي القيوم وانا اكثر الناس صياما وادخل من باب الريان اللي قال عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. فسألوا سيدنا عمر بن الخطاب وقالوا له: وأنت ماذا تتمنى يا أمير المؤمنين؟ أنت عمال تسأل فينا الصحابة كلهم أنت تتمنى إيه وأنت تتمنى إيه؟ قلنا لك على اللي نفسنا فيه ونتمنى إيه؟ أنت ماذا تتمنى يا أمير المؤمنين؟ قال: أما أنا فأتمنى ملء هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ملء هذا المسجد رجالا أمثال أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. سيدنا عمر يا اخواننا قال لك: أنا أتمنى رجال أمثال هؤلاء الأفذاذ، أتمنى رجال أمثال هؤلاء الجبال الراسخة، الصحابة الغر الميامين المحجلين، الصحابة الكرام المكرمين الأكرمين. في أول يوم من أيام الدراسة دخل المدرس في الصف الأول الابتدائي يسأل الطالب الأولاني: نفسك تبقى إيه؟ قال له: دكتور، زي الدكتور محمود ابن الشيخ عامر أبو سلامة. واحد تاني قال لك: أنا نفسي أبقى مهندس زي المهندسين اللي قاعدين معانا في هذه العقيقة. واحد ثالث من الطلبة الصغيرين قال له: أتمنى أبقى مستشار. وكثير من المستشارين وقضايا الدولة معانا في هذه العقيقة جالسين. واحد رابع قال له: أتمنى أبقى ضابط. والداخلية كلها معانا هنا، مديرية أمن القليوبية ومديرية أمن الإسماعيلية. واحد رابع قال له: أتمنى أبقى طيار. واحد خامس قال له: أتمنى أبقى وأبقى وأبقى وأبقى. إلا طالب واحد المدرس بيقول له: نفسك في إيه؟ قال له: أبقى صحابي من صحابة سيدنا النبي اللهم صل عليه. قال له: يا ولد انت كيف بتقول الكلام ده؟ انت ابوك مين؟ قال له: ابوي مات من زمن طويل. مين اللي رباك ومين اللي علمك؟ طفل في الصف الاول الابتدائي في اول يوم من ايام الدراسة يقول: انا نفسي ابقى صحابي من صحابة سيدنا النبي اللهم صل عليه. قال له: امي هي اللي ربتني. استدعيت الام في المدرسة: تعالي انت بتعملي مع ولدك ايه؟ قالت: كل ليلة قبل ما ينام احكي له قصة صحابي من الصحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل ليلة يا اخواننا. احنا اليمن دولة عيالنا بتسمع المسلسلات وبتسمع المباريات وبيسمع الراقصين والراقصات. تعال دلوقتي اسأل ولدك لما تروح: صليت العشاء ولا ما صليتوش؟ صليت المغرب ولا ما صليتوش؟ عيالك النهاردة ما تقول له اسم سيدنا النبي كامل. حد يا اخواننا من الاطفال الصغيرين اللي قاعدين يحفظ اسم سيدنا النبي كامل من اول اسم سيدنا محمد؟ تعال يا شيخ يوسف. الله اكبر. اسم سيدنا النبي كامل مكمل. شبل من اشبال العباد لاطوخ القليوبية في هذه العقيقة، عقيقة المولودة ندى
والمولود عنتر أبناء وبنات الحج سيد عنتر، رجل الأعمال الكبير، علم من أعلام القليوبية، صاحب محلات كشر الونش بالغربية. أسأل سؤال في الحفلة دي، مين يحفظ اسم سيدنا النبي لغاية سيدنا آدم أبو البشرية؟ قالوا لي الطفل الحلو يوسف أيها الصديق ابن قرية شبرا هارس. ما شاء الله. قول اسم سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته. توكل على الله. سيدنا النبي الأول وبعد كده ابدأ بقى المدينة. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن مالك ابن فهر بن مالك ابن فهر بن مالك ابن النضر بن وعد بن عدنان ابن حكيم بن مدركة بن إلياس بن النضر بن عدنان ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام. ما شاء الله عليك. صلى على النبي عليك. طب نجيب مروان إبراهيم رفعت كده يقول لنا اسم سيدنا النبي. ما انت واحد هنا من شبرا هارس قال اسم سيدنا النبي لغاية سيدنا إبراهيم، بس أنا عايزك تقول اسم سيدنا النبي لغاية سيدنا آدم. قول كده بعد ما تصلي على حضرة النبي. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن إسماعيل بن أبي الأنبياء إبراهيم ابن تاريخ بن ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ ابن عابر بن شالح بن كانيان بن أرفخشد ابن سام بن نوح ابن يارد بن إدريس ابن مهلايل بن قينال بن أنوش بن شيس ابن أبي وأبيكم أبي الأنبياء جميعا سيدنا آدم عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. ومعانا غنوة بنت عم العريس بيقولوا حافظة اسم سيدنا النبي. ده انتوا بلد العلم والعلماء يا أهالي العباد لاطوخ القليوبية. يا عم الحاج سيد عنتر ده انتوا أهل العلم والتعليم. قولي يا غنوة، مع ان كان نفسي يبقى لك اسم غير اسم غنوة ده. تسموكي عائشة، يسموكي فاطمة، يسموكي خديجة. طب ندعي لك ربنا يخوي لك البنات. قول آمين. اللهم آمين. وتسمي محمد وإبراهيم. قول آمين. وياسين يبارك لك في ياسين وفهد. طب تخويهم تاني ولا بطلنا كده؟ 15 من الست اللي جوا ولا من اللي بالجوازة الثالثة؟ الرابعة الخامسة؟ انت حافظة ركز كده. هو سيدنا محمد بن هو سيدنا محمد بن عبد الله عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صلاة العشاء، صلاة المغرب الآن هنصلي المغرب والعشاء قصر عشان احنا مسافرين، وبعد صلاة المغرب وصلاة العشاء معاكم قاعدين في ختام الخطبة ندعي للمولودين الغاليين. اللهم اجعلهم من مواليد السعادة. قولوا آمين. واجعلهم من حفظة القرآن الكريم. اجعلهم شافعين لوالديهم يوم الدين، يلبسون الحج عنتر وزوجته تاج الوقار يوم القيامة. الياقوت من تاج الوقار، الياقوت في تاج الوقار خير من الدنيا وما فيها. يفرحكم بأولادكم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 دقائق. طيب شكرا عم الشيخ ابراهيم رفعت. طبعا يا اخواننا بعد صلاة المغرب باذن الله رب العالمين الفقرة من صلاة المغرب لاذان العشاء مع الشيخ ابراهيم.
وبعد كده الشيخ عبد الله نجم دولة التلاوة هيكون ختام الليلة بإذن الله. ماشي يا أسد، الله يبارك فيك. عشان عارفك مسافر بس هتروح معايا اسماعيلية. الله يبارك لك. مرحب بالشيخ ابراهيم رفعت، ومرحب بحضراتكم باسم اخويا الحج سيد عنتر، وباسم العبدلة، وباسم الرجال المحترمة اللي قاعدة كلها. احنا بنشكر كل الحضور، وربنا يبارك لك يا حج سيد، ربنا يبارك لك ويوسع عليك ويزيدك بركة ويبارك لك في ابنك، وعقبال ما تفرح به وتفرح ببنتك واولادك جميعا، ويزيدكم ويرزقكم الذرية الصالحة. صلي مغرب وعيشة قصر، انت على سفر ودي رخصة بقولها لك عمرو ابو السلام. عم الشيخ يوسف اتفضل الابتهال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب، وكل الأنبياء تقول نفسي، وأحمد لا ينادى من ورائي، وتكرم أمة تبعته فينا، ولو بالذنب تملأ بالإناء. يقول رب لا أرجوك أمي، يقول رب لا أرجوك أمي، ولكن أمتي أقصى منائي، يناديه سلت ابتهاجا لأجلك رحمتي سبقت شقائي. أنا لها من غير أحمد قالها. أنا لها من غير أحمد قالها. هو أحمد فاسمع له في كل حرف قاله. كل الخلائق حوله تسجي له أملها. أنا لها من غير أحمد قالها. هو أحمد ومحمد هو في القيامة
سيد هو أحمد ومحمد هو في القيامة سيد هو شافع هو منجد إذ يسألونه من لها أنا لها غير أحمد قالها طالب بها محمد لله يوم الموعد طالب بها محمد لله يوم الموعد في سجدة لم تعهدي من غير أحمدنا لها أنا لها من غير أحمد قالها ماذا قالها سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد لا وحدك لا أحب أن أكون كما أريد بل مرادي منك عني عن مرادك لا أحيد يا مرادي بل وعوني أنت لي ركن شديد ليس ينفع بعد مال لا ولا يجزي الوليد غير إحسان وفضل منك حقا قد يفيد وحماضة التهام يحتمي فيه العبيد عندها يأتي المشفع فيوافينا الصعود ولدى العرش ينادي يا رحيما يا ودود أمتي والناس طرا فيناديه الحبيب يا حبيبي يا محمد قد وهبتك ما تريد قم إلى النار وطأها وانه وأمر يا سعيد وتمنى تعطى منا ويوافيك المزيد وتمنى تعطى منا ويوافيك المزيد في الضحى يا عرش وصفي في الضحى يا عرش وصفي قد وعدت ولا أحيد
صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليك وبارك لك ويرضيك يا شيخ يوسف، وعقبال لما نعمل فرحك كده بإذن الله رب العالمين. مرحب بحضراتكم جميعا باسم الحج سيد عنتر وباسم العائلة وباسم أهل العبدلة الكرام جميعا. بعد صلاة المغرب بإذن الله لقاؤنا مع الداعية الإسلامية الشيخ إبراهيم رفعت، نجم صعيد مصر وفارس المنابر، فمرحبا به في الوجه البحري وخاصة في البلد التي تكرم الضيوف، محافظة القليوبية.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا